لأي بنيوتة تأخر الزواج ديالها أولا تعكس ليها الزواج ديالها، هاد الفيديو ليك. فبسم الله وعلى بركة الله. غنهضروا على الأعمال اللي خاصك ديري وإن شاء الله ربي غادي يجعلهم ليك سبب في أنه تستجب لك الدعاء. أول حاجة الاستغفار. الاستغفار إلا تحيدوا الذنوب ديالك ما غاديش يبقى الدعاء ديالك حاجز بينك وبين الله، كيف إن شاء الله غادي تقبل. ثاني حاجة ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم أنه إلا استغفرتي غادي يرزقك ربي بجميع أنواع الرزق اللي كتمني إن شاء الله بحول الله. ثالث حاجة تحري أوقات استجابة الدعاء. الثلث الأخير من الليل، يوم الجمعة، ادعي ادعي ادعي، كنأكد عليها، ادعي 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 ادعي، وحسني الظن بالله، حيت الشيطان غادي يجي يقول لك ربي ما استجبش ليك، ما كيحملكش اولا ما كيستجبش ليك، انت ما عمرك ما تزوجي. حاشا لله، احسني الظن بالله وان شاء الله ربي راه غادي يرزقك. رابع حاجه هي اهم حاجه، شغلي وقتك. ماشي وانتي كتسناي هاد الانسان هذا اللي ما عرفتيش امتى غادي يجي غادي تقتلي راسك، لا، تعلمي شي حرفه، قراي كتوبه، خرجي مع صحاباتك، قراي اكتشفي ربي حوايج اللي جدادين، المهم طوري راسك، حاولي ديري الاعمال التطوعيه باش هكاك غادي يكون وقتك عامر وتكوني دايره شي حاجه اللي تفرح لك قلبك، وان شاء الله ما يكون على الخير. الله يرزقك الزوج الصالح اللي غادي يخاف عليك ولا غادي يتعامل معك كملكه، حيت انت ملكه. صافي.